مرة واثنين وثلاثة، أجتهد ألا يمر علي شهر دون ختم القرآن الكريم طول السنة. طول السنة. في رمضان ممكن أزود عن كده، لكن القاعدة بتاعتي إن كل يوم أقرأ جزء، كل يوم أقرأ جزء، بحيث لما يجي 30 يوم أكون خلصت الشهر. تعمل حساب الأيام اللي بيكون فيها عذر عندك بحيث إن أنا أكمل قراءة القرآن الكريم في خلال الشهر إن شاء الله رب العالمين. ربنا يتقبل منا ومنكم. ده مش بس مردوده حسنات، مش بس حسنات، لا ده مردوده تقدير رب العالمين وما يتبعه بقى من أمور أخرى كثيرة جدا جدا في حياتي. أدي أول واحدة. الحاجة الثانية الآية الثانية اللي جت فيها وما قدر الله حق قدره، سورة الحج. سورة الحج وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قبلها بآية بتفسر لي ليه ربنا قال كده. حد فاكر الآية اللي قبل ديت؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. شوف إن الله لقوي عزيز. جت إمتى الآية؟ عند التدبر في مخلوق بسيط ضعيف جدا كما ذكر ربنا عز وجل. ضعف الطالب والمطلوب. الدبانة تيجي تاخد حتة سكر، ذرة سكر. انت عندك قطعة جاتوه كده زي اللي هتجيبوها لي بعد ما نخلص اللقاء، مش كده؟ قطعة صغيرة كده. تيجي الذبابة، ان شاء الله ما يكونش في ذبابة هنا في المنطقة، تيجي الذبابة توقف على قطعة الجاتوه، تقوم واخدة ذرة سكر، حاول تاخديها منها. يمكن؟ لا يمكن. ده ربنا قال كده قطع الأمر لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هذه ذبابة، فكر فيها. إذا فكر في الذبابة وفكر فيما هو أقل من الذبابة وفكر فيما هو أعلى من الذبابة، فكر في خلق الله، فكر في خلقك أنت شخصيا، فكر في خلق الحيوانات، في خلق النباتات، في خلق المياه، في خلق السحاب، في خلق الرياح، فكر في خلق السماوات والأرض، في الأفلاك، في الشمس، في القمر. عندكم نتيجة، عندكم الرزنامة، بيسموها ايه؟ رزنامة صح ولا نتيجة؟ مكتوب فيها ميعاد الفجر الساعة كذا والظهر الساعة كذا. تقدر الشمس تعترض في يوم من الأيام تقول لا معلش هتأخر النهارده شوية؟ أنت عارفة الشمس هتطلع امتى؟ بعد 6 شهور من دلوقتي وبعد سنة من دلوقتي. نظام دقيق لا خلف له، لا تبديل لكلمات الله. هذا دي علامة. ده انت شايف او انت شايفة العلامة الكبرى البينة كده. لا خش في التفصيلات جواها. يعني انت شايفة ان العين بتبصر، وهذه آية ومعجزة وشيء كبير جدا. لما اخش جوه بقى العين واشوف التفاصيل واشوف ان القرنية دي ما فيهاش شعيرات دموية. ليه ما فيهاش شعيرات دموية؟ عشان اشوف الرؤية كلير كده واضحة. لان لو فيها شعيرات دموية زي اي حتة في الجسم، القرنية ما فيهاش شعيرات خلاف الجسم كله، هشوف الرؤية مغبشة شوية كده لان هيكون فيها شوية دم، فربنا يخلي الدم ما يخش جواها القرنية، من بعيد كده تتسرب المواد الغذائية تخش جواها. وانا عشان اعرف اشوف كويس. لما تشوف مش كويس ما تشوفه خلاص، احنا هنتشرط. لا هو ربك بيدلعك بقى وبيديلك يعني كرم فوق كرم فوق كرم فوق كرم. طب اشوف الالوان. عندي انا في الشبكية حاجات معينة تشوف الالوان وتفرق ما بين 20-30 ألف لون. دقائق الالوان اقدر افرقها، ده احمر غامق وده افتح شويه وده افتح شويه وده افتح شويه. ليه التفصيلات دي كلها؟ وعد. وفي الضلمه العين توسع عشان اشوف كويس، وفي النور تدي عشان تحافظ عليها ما تتاثرش بالشمس، وعامل لي عليها جفن عشان يحميها، وحواجب عشان تمنع التراب، ورموش كذلك، وغده دمعيه عشان ترققها وتلطفها، بتنزل دموع خفيفه خفيفه خالص ما تحسش بيها عشان تفضل دايما رقيقه العين وما تعرضش للجفاف والاصابه. ده انا مش طبيب عيون، انا مسالك بوليه، مش تخصصي يعني انا الكلام ده درسته وانا في سنه رابعه طب. المتخصص بقى دكتور الرمد يحكي لكم حاجات
تذهلون حقيقة لسماعها. والحاجات لعامة الناس، متخصص بقى، المتخصص اللي بيدرس الدقائق اللي مش هيستوعبها الناس عارف يعني ايه إله سبحانه وتعالى. عشان كده إنما يخشى الله من عباده العلماء العالم. فده طريق تقدير رب العالمين تاني اهو، التفكر في خلق الله عز وجل. تفكري حتى بقدراتنا المعلوماتية البسيطة، يعني انت لا طبيبة ولا فلكية ولا جغرافية ومع ذلك في هذه الأمور تستطيعين بلا جهد إدراك الإعجاز، لأنه ظاهر وجلي وبين. لكن أعرف الموضوع ده وأتفكر فيه، وأقعد كده أبص للقطة وأقعد أتفكر فيه، أبص للحصان وأتفكر فيه، أبص للنبات اللي طلع فوق، أبص لابني اللي قد كده صغير بيتولد لسه لا يملك من أمري شيء وعمال يكبر ويترعرع قدامي، إزاي القلب بتاعه عمال يدق؟ هو ما عملت له إيه؟ لا أنا تدخلت ولا هو تدخل، وعمال يدق بانتظام من أول ما اتولد لحد ما يكبر يبقى عنده 60 70 80 سنة وشغال القلب برضه. ما بيقولش لا أنا مش هعترض النهارده مش شغال، لا هو شغال، والرئة شغالة والدم عمال يلف والكلى بتفرز والكبد شغال بيطلع انزيمات ايه ده كل ده؟ هذا الإله سبحانه وتعالى. أنا واقف قدام اللي خلق ده كله في صلاتي، فازاي ما اكونش خاشع؟ أنا مش مقدر أنا واقف قدام مين. ده احنا لما بنقابل عالم كبير بنبقى العالم الكبير شايفينه، ولما بنقابل مخترع ولا بنقابل رئيس دولة ولا بنقابل كذا وكذا، جزاك الله خير. بقابل أي حد من دول بحس إن أنا واقف قدام شخصية كبيرة، شخصية جليلة، شخصية لها مهابة، شخصية ده هو كله في الآخرة إنسان لا يرى في خارطة الكون، خالق السماوات والأرض أنا بين يديه الآن، كيف لا يخشى الإنسان؟ هذه الطريق الثاني. الطريق الثالث سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أنا يعني تفكروا في هذا الكلام. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل الأرض بكل ما عليها من هيلمان اللي عايشين فيها ديت، الأرض بكل ما عليها من دول، كل ما عليها من كيانات ضخمة متحاربة متصارعة وناس بتنازع ربنا سبحانه وتعالى في ملكه. كل الأرض بما عليها من بشر وعمارات وأسلحة وبوارج ومياه وأراضي وجبال في قبضته سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه، 7 سماوات هائلة لا نعلم حجمها إنما يعلمها رب السماوات والأرض. احنا ما نعرفش السماء الأولى أصلا اللي احنا شايفينها دي على بعد قد ايه مننا، ما نعرفش. محدش أصلا فكر يقول السماء دي على بعد قد ايه. نقول القمر على بعد قد ايه، المشتري على بعد قد ايه، ضرب اللبانة، ضرب مش عارف ايه، احنا ده حدودنا كده. لما حد فكر يوصل يشوف السماء فين آخرها ولا حتى طرح حد القضية. والسماوات بقى مطويات بيمين سبحانه، هذا تقديره سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى من دواعي أيضا التقدير التفكر في يوم القيامة. تفكري في هذا اليوم الذي يقبض الله عز وجل فيه على الأرض بكاملها، والتي يطوي فيها السماوات، والتي يفجر فيها البحار، والتي يبعثر فيها القبور، والتي ينثر فيها الكواكب، يشطر فيها السماوات، تنزل الملائكة. هذا يوم مهيب. من لك في هذا اليوم؟ لا يملك هذا اليوم إلا الله عز وجل، ولا ينجيك في هذا اليوم إلا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بما قدمت من أعمال. كل نفس بما كسبت رهينة. فلما أعرف كده وأعرف حجمي بالقياس إلى هذا اليوم، المتكبرون اللي أنا مدي لهم اعتبار في الدنيا دولت، أنا مدي اعتبار للمتكبر الفلاني والمتكبر الفلاني والمتكبر الفلاني، لهم هيئة وهيبة وإمكانيات وأموال وسلطان، فأنا خايف منهم وبعتبرهم. يقول رب العالمين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر في صورة الرجال. الذر النمل
تلاقي نمل كده ماشي كده، وجيت دقق في النمل اللي ماشي في يوم القيامة ده تلاقيه بني آدمين. مين البني آدمين دولت؟ المتكبرون اللي احنا مدين لهم هيبة في الدنيا واقفين قدام ربنا سرحانين في الصلاة. ما ينفعش. يبقى أنا كده جبت المرض. لو أنا جبت المرض وعالجته كل الأعراض هتروح. مش عرض واحد بس. احنا في الطب بيجي لنا مريض حرارته مرتفعة، في طبيب مش شاطر بيروح يديله مسكن حرارة، مهبط حرارة، تهبط الحرارة ساعتين 3 ويرجع تاني تعلى بعدها بشوية. في طبيب تاني بقى بيدور ايه اللي خلى الجسم حرارته ترتفع. يا ترى عنده التهاب في الزور، يا ترى عنده لا قدر الله ورم خبيث، يا ترى مخبوط في حته والدم متفجر فيها، يا ترى عنده كذا. عندنا الحراره ديت ليها اكتر من 50-60 سبب. ايه هو؟ عشان اعالجه وبالتالي الحراره تنزل بشكل طبيعي. فده المطلوب مننا يا اخوات. فهمنا القصه دي كلها؟ نخش على اللي بعدها. انا طولت عليكم ولا لسه شويه؟ طيب لسه شويتين. بعد كده خلاص احنا عرفنا اصل المشكله فين. احنا هنظبطها مع بعض في خلال الفتره القادمه ديت، ان انا اقرا قران كتير حتى لو مش مركز. خليكم معايا، سيبكم يرحمكم الله. كل مركز مع العصر وكانها اول عصر في التاريخ. تتكرر معانا كلنا يعني، مش مشكله. فالحاجه الاولانيه اقرا قران كتير. الحاجه الثانيه ان انا اتفكر في خلق الله، وهذا عمل وهذه عباده. وابو الدرداء كان يقعد كده رضي الله عنه يتفكر في خلق الله ويقول التفكر هو العباده. بيعتبر ده عباده، ان هو فعلا كلما ازداد تفكرا في خلق الله كلما زاد تقديرا له، وكلما ازداد تقديرا له ازداد قدره على فعل الخير بكل انواعه. يبقى ازداد تفكر. يبقى انا لما بطلع رحله خلويه واتفرج على البحر او اتفرج على الاشجار او اتفرج على حيوانات او اتفرج على نباتات، انا مش بضيع وقت، بس اربط ده مع قدره الخالق واقول سبحان الله. ساعتها تلاقي ايمانك ارتفع ان شاء الله رب العالمين. والحاجه الثالثه التفكر في يوم القيامه، وده محتاج علم